مكلم محمد صلاح لرياض محرز. هذا اللاعب الجزائري هو اللي يستحق اللقب الأصلي لفخر العرب. بلال إبراهيمي لاعب جزائري انتقل قبل مدة لفريق سانتوس البرازيلي، لكن بعد أن لعب 20 دقيقة فقط دخل في مرحلة المعاناة. نعم، معاناة حقيقية عاناها إبراهيمي. والسبب السبب هذا اللي كان لازم يدير ضجة في الإعلام تاعنا، كان لازم يتكلموا عليه ويوصلوه للعالمية، لكن للأسف شفت صفحات وإعلام مصري يتكلم عن القضية، بينما في الجزائر مروا عليها مرور الكرام. إبراهيمي قلت كان انتقل إلى فريق سانتوس البرازيلي، الفريق بجوار نيمار، كي يلعب مع نيمار في نفس الفريق. الفريق البرازيلي مر بضائقة مالية، كان لازم عليه أنه يتخلص من بعض اللاعبين ويبيعهم من أجل ربح بعض الأموال. فكان من بين اللاعبين الذين أراد الفريق بيعهم هذا اللاعب بلال إبراهيمي، اللي جاه عرض خيالي من نادي من هذيك الجهة اللي ما تسماش، لكن طبعا كونه جزائري رفض الفكرة تماما، رفض الانتقال لذلك النادي. بلال إبراهيمي تلقى تهديدات من إدارة الفريق، لكن بالرغم من ذلك أصر على عدم التوقيع بالرغم من العرض المالي الضخم والراتب الضخم الذي أغري به، لكنه رفض رفضا قاطعا. تم إنزال بلال إبراهيمي إلى الفريق الرديف، ولم يلعب ولا دقيقة لا مع الفريق الأول ولا مع الفريق الرديف، كان يتدرب مع الرديف وفقط. ضغطوا عليه لكنه أصر وحافظ على مبادئه إلى آخر لحظة، ولم يلعب طيلة الموسم وغامر بمسيرته. أبقى بدون نادي إلى غاية يوم أمس، أين وقع لفريق من البرتغال يلعب في وسط الترتيب. هنيئا لإبراهيمي الرجولة أولا، هنيئا لإبراهيمي المبادئ، وهنيئا له وجود فريق ينافس فيه وبإمكانه أن يسترجع مستواه إن شاء الله.